بتبدأ أحداث مسلسل النهاردة في مدرسة جاءون الثانوية، وبنشوف في الوقت ده جي وهي داخلة المدرسة، وكل البنات والولاد والشجر والحجر معجب بيها علشان هي جميلة ومفيش منها اتنين. وطول ما هي ماشية بقى بيفضلوا يقولوا الجميلة راحت الجميلة جت. المهم يعني إن كل دي بتبقى أحلام يقظة من وحي خيالها، ومحدش عارف أساسا إنها عايشة غير أمها. وكالعادة بيبقى كل جماعة أصحاب قاعدين مع بعض وهي يا كبدي لوحدها، فلما بتلاقيهم بيتكلموا عن المدينة الخاصة بيهم بتقول بس أنا لازم أكتب حاجة مثيرة للجدل كده وأبقى مشهورة زي العيال اللي هناك دي. بس بعد شوية تفكير مش بتلاقي حاجة تكتبها، فبتقوم مصوتة من كتر الفراغ اللي هي فيه. ولما بتلاحظ بقى إن صوتها كان عالي بتفضل تنادي على زميلها اللي جنبها علشان يعني تعتذر له على الإزعاج، لكنه بيقول لها إزعاج إيه؟ أنا ما خدتش بالي إنك موجودة أساسا. فبتزعل أكتر وبتفضل تتمنى إنها تبقى مشهورة ومحبوبة زي رئيسة الفصل كده، بس طبعا دي كلها أحلام يعني. لما بقى بتلاقي نفسها وحيدة قوي كده بتقول لنفسها اتصل بأمك يا بت يا جي، الواحد في النهاية ملوش غير عيلته. فعلا بتتصل بيها علشان تسألها عاملة أكل إيه النهاردة على العشاء، لكنها بتقول لها إيه ده أنت هتاكلي معانا؟ تصدقي نسيت أعمل حسابك. على العموم بترجع تاني للفصل وهي بتجر خيبتها ورا ظهرها، لكن ساعتها بتلاقي الفصل فاضي لأنهم كانوا نزلوا حصة التربية البدنية ونسوها. لكن وقتها بيبقى وو بن أشهر واحد في المدرسة هناك، وبيطلب منها تليفونها يعمل حاجة لأنه يعني نسى تليفونه في البيت. وبعد ما بيخلص بتطلع تقعد على جنب في الملعب، وبعد ما الحصة بتخلص بترجع للفصل تاني، لكن ساعتها بتلاقيهم ماسكين في شعور بعض علشان في واحدة ضاع منها قلم روج غالي، وبيتهموا جي ساعتها انها هي اللي سرقته لانها اخر واحدة خرجت من الفصل. هي وقتها بتحاول تدافع عن نفسها وبتقول لهم ان وو بن طلع بعدها، بس الكلام ده ما بيطلعش من زورها بسبب الرهاب الاجتماعي، لحد ما بيجي وو بن بنفسه يقول لهم انه طلع بعدها من الفصل وراح على مكتب التمريض لانه كان تعبان، وسبب خروج جي اون متأخر هو انه طلب منها معروف. وبيروح مطلع قلم الروج من تحت المخدة بسرعة وبيقول لهم ما دورتوش هنا ليه؟ طبعا بيبقى مطلوب من صاحبة الروج تعتذر لجي اون على اتهامها بالسرقة قدام الناس، بس هي بتكتفي لما بتقول لها لا مؤاخذة يا اختي ما خدتش بالي وبتسيبها وبتمشي. لكن هي ما بيبقاش فارق لها يعني، هي كانت فرحانة بس لان دي اول مرة حد يدافع عنها، بس في نفس الوقت بتبقى زعلانة لانها بتكتشف ان محدش حافظ اسمها وكل اللي موجودين بيغلطوا فيه مع ان السنة قربت تخلص خلاص. المهم وهي في طريقها للبيت بعد كده بتلاقي تليفون مجهول الهوية، بس لما بتفتحه بتلاقي المدونة بتاعت مدرستها موجودة عليه، وده معناه ان ده تليفون حد معاها في المدرسة. فساعتها بتجيلها الفكرة انها تاخد التليفون وتتواصل مع الباقيين من خلاله، وساعتها مش هتحس بالوحدة تاني. بعد كده بقى بنشوف وو بن وهو رايح مركز التدريب، وبيبقى في شوية بنات كده محدش عارف ولاد مين دول، كانوا واقفين يصوروا اي حد داخل المكان ده علشان ينزلوه على السوشيال ميديا، لكن بيبقى بن هو الوحيد اللي رايح من غير ما يخبي شكله، وهم ساعتها بيعرفوا يصوروه عادي. بنعرف بقى ان وو بن مش بس فنان، ده كمان شاطر جدا وبيطلع الاول على الفصل كل امتحان. بنرجع بقى لجي اون اللي بتقعد طول الليل تذاكر بوستات العيال اللي معاها في التليفون الجديد علشان يعني تعرف اهتماماتهم كلها، ولما تروح بكره المدرسه تعرف تفتح معاهم كلام. لكن بتلاقي وقتها البنات مهتمين جدا بشخصيه اسمها كيجاما، وكانوا عمالين ينزلوا في صور انمي، فبتفتكر انه كرتون زي اللي كانت بتتفرج عليه زمان وبتروح تفتح الكلام على اساس كده. بس فجأة بتلاقيهم بيقولوا لها ان كيجاما هيبقى موجود في كافيه بعد كام يوم وهم هيروحوا علشان يصوروه ويتصوروا معاه. طبعا الكلام ده جديد عليها وهي مش فاهمة اي حاجة، فعلشان كده بتقول لهم هو ازاي يعني كرتون وهيبقى موجود في العالم كده عادي، ما تيجي نروح المكتبة نقرا كتاب. المهم بعد شوية بيجي طالب منقول جديد من مدرسة تانية اسمه دونج، فبيحاول وقتها الشباب يتكلموا معاه علشان ما يحسش انه لوحده، وبيطلبوا منه كمان يخرج معاهم، بس هو بيقول لهم لا انا مش عاوز اي حاجة. بس مش بونج طبعا اللي يتقال له الكلام ده، كده كده هيقول كل اللي عنده وهيسكت بمزاجه. في نفس الوقت ده بيبقى حديث المدرسة كلها عن واحد مجهول الهوية نشر فيديو 3 دقايق بيغني فيه، بس كان صوته وحش جدا وكمان الفيديو بتاعه اتشال. فبتفتح جي اون التليفون اللي لقيته وبتلاقي ساعتها الفيديو موجود على البروفايل، فبتسيب وقتها لوو بن ملاحظة علشان يجي وراها على المسرح. فبيروح على هناك وبيقول لها في ايه يا جي يونج جي سونج يا اسمك ايه انت خلصي. فبتقول له من الاخر كده انت صاحب الاغنيه اللي كله بيتكلم عنها وانا معايا الفيديو. لكن بيبقى رد فعله غريب جدا ساعتها لانه بيقول لها انا معرفش انت بتتكلمي عن ايه اساسا، وبيسيبها وبيمشي. بس هي بتوقفه وبتقول له ازاي واحد صوته وحش كده بيروح تدريب غنى وقايل كمان انه ضمن مكانه في الفريق. فبيقول لها ايوه يعني عايزه ايه دلوقتي يعني هتكشف ان دي كمان كدبه. فبتقول له بس انا معايا الفيديو من امبارح ولو عاوز اقول حاجه كنت قلت من بدري، بس تفتكر ان في حد هيسمعني اصلا؟
انا في حالي ومش مشهورة زيك كده، بس فكرت استغل الموضوع لحسابي. فبيقوم قايل لها عاوزة فلوس يعني؟ طب قولي عاوزة كام وخلصيني. بس ردها ساعتها كان اعجب ما يكون، لانها بتقول له انا مش عاوزة فلوس، انا عاوزاك تعجب بيا من هنا ورايح. فبيقول لها اللي هو ازاي؟ طيب انا مش فاهم قصدك، نرتبط يعني؟ فبتقول له لا يا عم نرتبط ايه، انا ما بحبكش اصلا، بس لو واحد مشهور زيك اعترف لي بحبه اكيد يعني هكون انا كمان مشهورة، وبصراحة كده من الاخر انا نفسي ابقى مشهورة، فانت بقى لازم تعترف في يوم الاعتراف اللي هو بكرة قدام المدرسة كلها، واعتبر ده طلب مش تهديد، ولو عاوزني امسح الفيديو يا عم همسحه. فبيرجع بعدها وبن للفصل، وهو طبعا مش مستوعب اي حاجة ولا فاهم هي عاوزة ايه اساسا، لحد ما بتجيله بعد شوية وبتاخده من الفصل علشان يتكلموا بقى في التفاصيل. في الوقت ده بنلاحظ حاجتين مهمين جدا، وهما ان تشانج متضايقة جدا من العلاقة دي، ودونجا كمان لما بيشوفها ماشية معاه بيتضايق. المهم انها بتاخده الأوضة معزولة فوق كده محدش يعرفها غيرها، وكانت بتيجي تقعد هنا دايما لما بتهرب من الفصل، وبتقعد بقى تقترح عليه هيعترف لها بحبه ازاي، وبتشكره انه قبل المقترح. فبيقول لها مقترح ايه ده؟ انت لولا مهدداني بالفيديو اللي معاكي عمر ما كنت هوافق اساسا، وبعدين مش المفروض تفكري الاول الشهرة دي هيجيلك من وراها ايه؟ فبتقول له هيجيلي كل خير يا حمادة، مالكش دعوة انت بالحوار ده، المهم بس ايه رأيك مثلا ابقى انا قاعدة كده في حالي وانت تروح داخل زي القضا المستعجل من الباب وتكتب على السبورة بخط كبير انك معجب بيا، ولا مثلا تبقى بتلعب كورة كده مع اصحابك وانا قاعدة اتفرج عادي انا وزمايلي، وهوب دبل كيك تسيب الماتش وتيجي تعترف لي انك مش قادر تتنفس وبتموت فيا قدام كل الناس. الغلبان ده بقى لما بيلاقيها سرحت بخيالها كده بيقول لها بس ايه جو السينما الصامتة اللي انت عايشة فيه ده؟ انت عايزاني اعترف ولا اتفضح ياما؟ فبتقول له خلاص يا سيدي براحتك، اعترف زي ما تعترف، المهم المدرسة كلها تمسك سيرتي اسبوع على الاقل، ويفضلوا يقولوا جي اون راحت جي اون جت. المهم تاني يوم بيروح وو بن للمدرسة متأخر بعد ما كل الناس اعترفت لكل الناس، وساعتها بتفضل جي اون تبرق له علشان اليوم قرب يخلص وهو ما نطقش بحاجة، بس هو كان قاعد مساهم كده وما كانش دريان بالدنيا. وبعد ما الحصة بتخلص بتطلع جي اون بقى وهي فاقدة الامل خلاص، واللي بيزيد ويغطي عليها كمان شوية عيال بيلعبوا بالمية وهي بتستحمى بالغلط معاهم، بس وقتها يعني وو بن بيجي يقف بينهم وبيشتم العيال، فبيعتذروا له لانهم كانوا بيهزروا مع بعض وما خدوش بالهم منها خالص. فبيقول لهم لا بقى من هنا ورايح تاخدوا بالكم علشان جي اون دي تخصني، وبيقوم معترف لها انه معجب بيها قدام الكل زي ما كانت عاوزة، وبيستناها ترد عليه، بس الغريب انها ما بتردش اصلا وبتطلع تجري. على السلم بقى بتقابل دونج اللي بيبقى عارفها من الاول، وبيقول لها ما اتغيرتيش كتير عن زمان، بس بالنسبه لها هي ما كانتش فاكره شافته فين قبل كده اصلا. فبيقعد بقى يفكرها لما كانت بتروح الحديقه وهي صغيره، بس ساعتها ما كانتش بتلعب مع العيال وعلى طول كانت قاعده كده زي كيس البطاطس. ساعتها بقى هو جه وقال لها قومي انا هلعب معاكي يا بومه بدل ما انت قاعده زي المطلقات كده. فبتقول له يخرب بيتك، هو انت ايه اللي جابك هنا؟ ده انا فاكره انك عزلت من زمان. فبيقول لها ايوه انا مشيت شويه بس دلوقتي رجعت تاني، ولولا اني عرفتك على نفسي ما كنتيش هتعرفيني. في الوقت ده بيجي وو بن وبيقول لهم لا مؤاخذه هقاطعكم بس معلش لازم اتكلم مع سيادتك لانك مشيتي كده من غير رد. فبتعتذر له على اللي حصل وبتقول انا كنت متوتره بس شويه معلش. ساعتها بقى بيطلع دونج تليفونه وبيقول له هو انت متدرب مش كده؟ طب ينفع حاجه زي كده تنزل على النت؟ بس هو وقتها بيبلع لسانه وما بيعرفش يرد عليه. وبعد بقى ما دونج بيمشي بيسحب وو بن جي اون على فوق علشان يفهم مين ده وايه حكايته، فبتقول له انه كان من جيرانهم في البيت زمان بس عزل وهو صغير ومن ساعتها ما شفتوش تاني وعلشان كده ما اتعرفتش عليه لما كبر. فبيقول لها خلاص ما علينا، المهم انت اتشهرتي اهو وبقت سيرتك على كل لسان زي ما كنت عاوزاه، ابقي بلغيني برفضك بقى علشان ننهي الحوار التعبان ده. لكنها بتقول له لا يا حماده انا لسه ما اتشهرتش، ده كله بيقول البت اللي وو بن معجب بيها ومحدش عارف اسمها اصلا، انا عاوزاهم يقولوا جي اون. فبيقول لها ما انت عمرك ما هتبقي مشهوره بسبب اعتراف عبيط زي ده، بس على العموم يعني انا هساعدك تطوري شخصيتك التعبانه دي وتعرفي تعملي صحاب كويس. اول حاجه بقى هتعمليها انك تطوري سلوكك البشري شويه وتسيبك من سلوك الزواحف ده، يعني مثلا تبقي شخصيه ايجابيه. فبتاخد المسكينه الكلمتين زي ما هما وبتروح تتكلم مع اي حد بيعيط وبتقول له انا شخصيه ايجابيه وعندي طاقه، انما انت يا عيني ما عندكيش، بس انا ممكن اساعدك تبقي جميله زيي. لكن المشكله انها ما تعرفش حد من الناس دي اساسا ولا هم يعرفوها، فتلقائي يعني يقولوا عليها متخلفه عقليا. المهم لما بتلاقي نفسها فشلت في الحوار ده بتقول بس انا بقى بتاعت رياضه وهوريكم ازاي عندي مهارات ابو تريكه في الكوره. عامه الوضع مش محتاج شرح وبتقع على اسنانها من اول 5 دقايق.
وفي النهاية بعد ما بتفشل في حاجات كتير جدا على مدار اليوم بياخدها وو بين بيهزقها علشان خلاص مفيش أمل وكده بقت فاشلة في كل حاجة، فبتبدأ تعيط لأنها مش قصده كل ده وهمها كله إن الناس تعرفها وهو عمره ما هيحس بشعورها لأنه اتولد مشهور. المهم تاني يوم بتروح على المدرسة عادي، لكنها بتفرح جدا لما بتلاقي مديرة الفصل جاية تكلمها لأول مرة وبتقول لها احنا خارجين بعد المدرسة ناكل لو عاوزة تيجي، فبتقول لها اه طبعا هاجي، انت بتهزري ولا ايه؟ وبتروح فعلا بعد كده تمشي معاهم في امان الله، بس فجأة بتلاقي دونج جاي معاهم وبيفضل يناديها بجيل فاشلة وبيفضحها قدام العيال ان ده لقبها من 10 سنين وكل العيال في المنطقة كانوا بيقولوا لها كده. وفجأة كمان وقتها وو بين بيقول لهم انا لازم امشي علشان عندي تمرين مع الفرقة دلوقتي، بس دونج مش بيشيل الموضوع من دماغه وبيروح وراه على هناك وبيلاقيه قاعد في الجراج، فبيقول له ايه ده انت ما دخلتش ولا ايه؟ فبيحس طبعا وقتها بالاحراج جدا وبيقول له لا ما انا كنت داخل دلوقتي اهو بس كنت بعمل حاجه. ساعتها بقى بيحط ايده قدامه وبيقول له هتدخل على اساس ايه يا كداب وانت مش متسجل جوه، وبيبدا بقى يتخانق معاه بجد كأن النادي ده بتاع ابوه مثلا، وبيفضل يقول له انت مخادع وضحكت على واحده مغفله. فبيستنتج وقتها وو بين ان جي اون هي اللي قالت له وبيقول له طيب انا هشوف شغلي معاها وموضوع انك تفضحني في المدرسه ده مش فارق لي اساسا. بعد كده بقى بنروح للمطعم وبنشوف جي اون وهي طالعه مع اصحابها لاول مره، ويانج وقتها بيبقى معاهم طبعا، بس كان في مكالمه معينه كده اول ما بتجيله وشه بيتغير وبيقوم يمشي بسرعه، فبتمثل جي اون ان بطنها تعبها شويه وهتروح الحمام علشان تروح وراه وتعرف ماله، فبتلاقيه واقف مع واحده كده اسمها هيون معاهم في المدرسه وبتاخد منه فلوس وكمان بتتنمر عليه، فبتروح جي اون تهددها على طول انها شافتها وبتدافع عن صديقها بونج، فبتمشي البنت وبتقول له انها هتبعت له صديقها يعمل معاه الواجب. طبعا الموضوع ده بيضايق بونج جدا وبيقول لجي اون انها حشريه ومحدش طلب مساعدتها اصلا. المهم لما بتروح المدرسه تاني يوم بتلاقي بونج مش طايقها ومش عاوز يتكلم معاها، وبن هو كمان مش طايقها برضه ومش عاوز يتكلم معاها هو كمان، بس بونج كانت عارفه السبب، انما وو بن ده ما تعرفش ماله، فبتروح وراه علشان تفهم ايه الحكايه، بس هو بيتجاهلها كانها مش موجوده اصلا وبيقعد يتكلم مع زمايله التانيين. عامه بعد شويه كده بيسحبها دونج لحد الجنينه بعيد عن الناس وبيقول لها انت لسه فاشله زي ما انت ليه؟ انا كنت ناوي اخليني في حالي واتدارى عن المشاكل بدل ما اضطر اغير المدرسه تاني، بس انت مش مبطله التصرفات التعبانه اللي بتعمليها دي. ساعتها بقى بتفتح في العياط وبتقول له ما انا مش عارفه انا عملت ايه، ده حتى وو بن اللي كان صاحبي فجأة بقى متجاهلني ومش راضي حتى يرد عليا من غير سبب. في نفس اللحظه دي بيبقى وو بن معدي بالصدفه وبيسمع صوتهم، فبيقف كده يراقب الموقف من بعيد. المهم يعني ان دونج بيقعد يقول لها ان الولد ده مش كويس وكذاب، ده غير انها عارفه انه مش متدرب ولا حاجه وبيكذب على المدرسه كلها بقاله سنه، فبتقول له لا انا ما كنتش اعرف ولا حاجه من دي، وبعدين لو عمل كده فاكيد عنده اسبابه يعني وكان بيمر بظروف صعبه، وبعدين مش من حقك تشتم عليه في غيابه. المهم تاني يوم بالليل بتبقى شله المتنمرين ماسكين بونج ونازلين فيه ضرب، فبتقف ساعتها جي اون تصور من بعيد، بس لما بتتقفش كانت عاوزه تجري، بس بتغير رايها وبتقول لصاحب هيون ان اللي بيدافع عنها دي كل يوم مع واحد وكله بالدليل، وبتروح مورياه اكتر من فيديو ليها مع كذا واحد، لكن بتقول له بس اتفائل يعني انت رقم 4 يعني لسه من ال10 الاوائل، فبيروح ناحيتها علشان يهددها بالضرب، بس هي بترفع التليفون في وشه وبتقول له على فكره انا بسجل كل حاجه، فبيقول لها طب ما تسجلي هو انا هخاف ولا ايه، وبيروح ضاربها على دماغها. في الوقت ده بيظهر وو بن من تحت الارض وبيمسك العيال دي انهم حته علقه محترمه وبيدافع عن اصحابه، وبعد ما بيخلص والدنيا بتهدى شويه بتفهمه ان حواره مع دونج ده كان سوء تفاهم وهي ملهاش دخل فيه، وبعدين كده هو بيبقى عارف يعني، فبيقول لها خلاص حصل خير. بس من بعد الموقف ده بتبدا جي اون تلاقي رسائل شكر على الموقع والناس بدأت تعرفها، وهي طبعا كانت مبسوطة جدا لأن دي أول مرة اسمها ينزل على الموقع. المهم تاني يوم في المدرسة بتروح تقعد مع وو بن اللي بيقرر إنه هيعلمها إزاي يبقى مفيش منها 2، بس دونج بيتدخل وبيقول له لا أنا اللي هعلمها، أنا عارفها من قبلك وعارف كمان نقط ضعفها كلها قد ايه حقيقي فاشله وما بتعرفش تعبر عن اي حاجه، فبيقول له يمكن تكون فاشله وغبيه بس طيبه يا عم والله، انا هوريك بقى ازاي هخليها شاطره في يوم وليله. اول بقى ما بيرجعوا الفصل بيلاقوا تشانج بتتكلم عن مسابقه الريلز واللي يكسب طبعا هياخد فلوس، فبتفتكر خيبتها السنه اللي فاتت وان الفيديو بتاعها ما جابش ولا لايك بالغلط حتى،
فبتقرر انها تطلب المساعده من اصحابها بما انها يعني بقى عندها اصحاب اخيرا. بس وو بن بيقول لها انا ما بصورش المسخره دي، عاوزة نرقص في فيديو ولا ايه؟ اما دونج فبيقول لها انه كده كده مشهور ومش محتاج لايكات زياده، اعمليه لوحدك او شوفي لك شريك بعيد عني. فبترجع للفصل وهي شايله طاجن ستها ومش عارفه هتصور الفيديو مع مين، وكل زمايلها كانوا عمالين يصوروا حواليها لحد ما بتلاقي تشانج داخله من الباب، فبتسالها اذا كانت هتصور مع حد ولا لا، لانها هي اللي كسبت السنه اللي فاتت. فبتقول لها واضح كده اننا بقينا اصحاب مقربين وعاوزه تصوري معايا. وعلى العموم لما بترجع البيت بتبعت لها فيديو علشان تتدرب عليه، بس جي اون بتبقى شايفاه خناقه في حاره مش رقص اساسا. فبتاخد الفيديو وبتروح لوو بن علشان يعلمها تعمل كده ازاي، لكنه بيقول لها للاسف والله مش عارف، شوفي فيفي عبده ولا حد غيري انا هعمل لك كده ازاي يعني. في الوقت ده بقى بيدخل دونج يقول لها وريني بس الفيديو كده ومالكيش دعوه، وبعد ما بيقعد يشوفه بيقوم يشغل الاغنيه وبيرقص عليه زيه بالظبط كده. وساعتها بتقول له وو بن ده انت رقاص قديم بقى، عموما اللي جاب لك يخليه لك. وعلى العموم بعد شويه تدريب كده يعني معاه بتروح جي اون لتشانج وبتقول لها انا اتعلمت على قد ما اقدر، بس الوقت كان قليل جدا وطبعا انا ماجيش حاجه جنبك، بس عامه هبذل كل جهدي علشان الفيديو يطلع كويس. فبتقول لها طب ما انت ما تجيش حاجه جنبي فعلا، ايه الجديد يعني؟ وبيبقى واضح كده انها متضايقه لانها خطفت وو بن منها، بس جي اون مغفله زي ما دونج بيقول عليها دايما ومش بتاخد بالها من الكلام. المهم ان الشباب اصحابهم بييجوا القاعه وبيطلبوا انهم يقعدوا يتفرجوا على العرض لايف، وبعد ما الفيديو بيخلص بيرفعوه على الموقع، وساعتها بيجي لهم عليه لايكات كتير جدا وتعليقات كويسه. بس تشانج برضو بتبقى متضايقه من التعليقات اللي بتشكر في جي اون، فبتروح مطلعه علبه دواء كده معاها على طول بتاخد منها حبايه، ومن بعدها بتتعب جدا لحد ما بيغمى عليها في الحمام، بس مش بيشوفها غير جي اون وهي داخله بالصدفه، فبتتخض جدا وبتاخدها للاوضه بتاعه التمريض. هناك بقى بتقول لهم الدكتوره انها بتاخد حبوب مجهوله المصدر لفقدان الوزن السريع، والشركه المجهوله دي بتوزع على مدارس كتير وبدات تتشهر جدا، والمصيبه انها وصلت لحد هنا اهي. عموما الموضوع مش خطر قوي يعني، بس سيبوها نايمه لحد ما امها تيجي. اول بقى ما بتصحى بتدخل جي اون علشان تطمن عليها، بس بتتفاجئ ساعتها انها بتقول لها انا بكرهك جدا انت واي واحده ناكره زيك، لانك ما تستحقيش اي حاجه انت فيها. فبتزعل البنت جدا وبتنزل تسال وو بن هو يعرف تشانج بقاله قد ايه، فبيقول لها انا اعرفها من ابتدائي يعني من حوالي 8 سنين كده، هو في حاجه ولا ايه؟ فبتقول له ايوه انا لازم ارفض طلب الاعجاب بتاعك قدام الكل، وانت كمان لازم تعرفهم كلهم ان اللي حصل ده كان كذب ومفيش بينا اي حاجه، والمره دي انا مش بطلب منك، لا انا بهددك، وما تنساش ان الفيديو لسه معايا واقدر انزله في اي وقت. وبالرغم من ان وو بن عارف ان مفيش بينهم حاجه وكده كده هترفضه بعد ما تتشهر حسب الاتفاق، بس الطريقه اللي بتكلموا بيها دي بتفاجئه جدا. عامه بيرجع البيت وهو متضايق طبعا ومش فاهم هي عملت كده ليه، وبيفضل يفكر ان اكيد كل ده بسبب دونج، وبيبقى عاوز يسالها فعلا بس بيرجع في كلامه. اما بالنسبه لجي اون فبتقعد تعيط في الشارع وما بتبقاش عارفه تعمل ايه، لحد ما دونج بيشوفها وبياخدها المطعم علشان يعرف ايه الحكايه. اول ما بتحكي له بقى اللي حصل بياخدها للحديقه اللي كانوا بيلعبوا فيها زمان، وبيقول لها فاكره كنت بتقعدي فين لوحدك على طول، بس من يوم ما شفتك وانا حاسس بالمسؤوليه تجاهك، فياريت ما تبقيش مغفله بقى لاني بزعل جدا وهفضل اتدخل في حياتك اكتر كل ما الاقيكي بتعكي. وبعد ما بتفك شويه معاه بياخدها وبيرجعوا للمطعم تاني، وبالصدفه هناك بيقابلوا وو بن، بس دونج بيفضل ماشي في النص وبيقول لهم انا اللي جيت الاول، اللي عاوز يقول حاجه يقول كده يا اما مفيش كلام خالص. بس جي اون بتقول له 5 دقايق بس وراجعين معلش، وبتاخد وو بن تعتذر له على اسلوبها امبارح، بس قالت له في حاجات كده ما ينفعش تتحكي وعلشان كده مش هقول اسباب، بس اللي بينهم ده لازم يخلص بسرعه جدا علشان خاطر اصحابه. المهم بقى لما بيرجعوا بعد الاجازه بيلاقوا اخبار منتشره عن ترسيم وو بن في الفرقه الجديده، بس هو نفسه بيبقى مختفي ومحدش كان عارف يوصل له. بس عموما اصحابه بيبقوا فرحانين جدا وبيفضلوا يكتبوا له تعليقات تشجعه، وفي نفس الوقت ده بتكون تشانج داخله الفصل، فبتاخدها جي اون بعيد علشان تعتذر لها وتفهمها الموضوع اللي بينها هي وو بن، بس برضه تشانج بتشتمها وبتقول لها انت فاكره نفسك صاحبتي ولا ايه؟ وبعدين انت مين اصلا علشان ترفضي وو بن ولا تقبليه؟ انت نسيتي نفسك تقريبا، بس يا ريت بقى ما تتخطيش حدودك تاني وده لمصلحتك. وبعد ما بيرجعوا للفصل بشويه بتبدا بقى الاشاعات تنتشر عن وو بن انه مش فنان ولا بيتدرب اساسا في الفريق،
فبتجري جي اون تطلع التليفون اللي معاها وبتمسح البوست بسرعه، بس اللي ما تعرفوش ان تشانج كانت قاعده مراقباها وبتعرف ساعتها انها مديره الموقع وكل حاجه بتظهر عندها، حتى الحاجات المحذوفه والاسماء الحقيقيه للاشخاص. فبتقعد تستنى لما الناس كلها تروح وبتروح هي تاخد منها التليفون تجبر واقتدار، وعلشان جي اون شخصيتها ضعيفه ما بتقدرش تتكلم ولا تقول لها حتى انت بتعملي ايه، وبتسيبها تفتري عليها، وكل بس اللي بتعمله انها بتقعد تعيط. المهم بنروح دلوقتي بقى لوو بن اللي بيبقى ناوي يسجل فيديو يشرح فيه انه تم استبعاده من الفريق بس مش بيقدر، والمشكله بالنسبه له ان تاني يوم الاخبار كلها بتنتشر انه تم ترسيم دونج في الفريق، والمدرسة كلها بتتفاجئ لأنه ما كانش قايل لحد إنه بيتدرب أساساً. أما بالنسبة لجي أون فبتفضل مستنية تشانج لحد ما تيجي علشان تترجاها ترجع لها التليفون وتبطل اللي بتعمله ده، ولو ما كانش علشان نفسها يبقى علشان وو بن صديقها من زمان وما يستحقش الأذى، لكنها بتقول لها اطلعي بس من الدور اللي انت فيه ده، مش باقي كمان غير إني آخد مواعظ من واحدة زيك، انت لازم ترجعي زي ما كنت نكرة محدش يعرف اسمك، وموضوع التليفون ده تنسيه خالص، وعلى فكرة انا شفت كل حاجة وعرفت ان وو بن هو اللي في الفيديو وناوي يفضحه قريب جدا. فبتقعد جي اون تفكر 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 لحد ما بتوصل لانها تخبط تشانج من غير ما تاخد بالها علشان يعني التليفون يقع منها، وساعتها بتاخده وبتطلع تجري وهي بتقول لها انا اسفة معلش. اول بقى ما بترجع المدرسة بتلاقي دونج بيقول لها انت بتدافع عن وو بن بالطريقة دي لانك بتحبيه مش كده؟ بس هي بتقول له لا مش بحبه، بس صاحبي وساعدني كتير وانا لازم ارد له الجميل. لكن لما بتحس بالضغط بتطلع تجري على المسرح على اساس يعني انه مكان فاضي وهتهدي اعصابها هناك، بس بتلاقي تشانج وبونج ووو بن التلاتة موجودين هناك، فبتقرر انها تخرج عن صمتها وبتقول لهم انا مشرفة الموقع وممكن احذف اي بوست لو ده هيحل المشكلة اللي حاصلة دي. بس وو بن بيقول لها ملوش داعي لاني كده كده كنت ناوي اقول الحقيقة قبل ما اعرف اي حاجة، وبيروح رافع الفيديو اللي كان مصوره امبارح وبيقول فيه انه تم استبعاده من الفرقة لانه عمره ما ترشح ولا كان متدرب اصلا وهو صاحب فيديو 3 دقايق. ساعتها بتفضل جي اون تعيط وتقول له انت عملت كده ليه؟ كان ممكن نصلح الموقف عادي، وبتفضل تمسح في الرسائل المزعجة بس هو بيمنعها وبيقول لها خلاص انا فعلا مش متضايق. اول بقى ما بيرجع الفصل بيلاقي اصحابه اللي كانوا معاه ليل نهار كاتبين له على المكتب انه محتال بالخط العريض قد كده، وبيفضلوا يضايقوا فيه ويرموا عليه ورق، وكل ده وهو قاعد ساكت تماما، مفيش بس غير بونج وجي اون هما اللي بيدافعوا عنه، لحد ما بيجي دونج يقول له قوم يا جدع اعزمني على العشاء قبل ما ابدا في الرجيم، اعتبره العشاء الاخير ولا اخد جي اون تروح معايا؟ فبيقول له لا يا عم انا هقوم معاك. على العموم تاني يوم بيبقى اليوم الاخير في المدرسه، وكان وقت اعلان الفايز بمسابقه الريلز اللي بيتضح انه وو بن واللجنه بتكرمه، ولما بيجي وقت الكلمه بتاعته بيقرر انه يعتذر لاصحابه انه خدعهم قدام المدرسه كلها قبل ما الاوان يفوت اكتر من كده والفجوه توسع ما بينهم، وهم اول ما بيسمعوا الكلام ده بيفضلوا يعيطوا، وكل واحد فيهم بيرجع لعقله بعد ما المشاكل فرقتهم فترة. وبتروح كمان تشانج تعتذر لوو بن على الإشاعات اللي نشرتها عنه، وهو ساعتها بيسامحها بسهولة لأنهم أصحاب من زمان ومش مشكلة صغيرة زي دي هي اللي هتفرق بينهم. وبعد ما الأمور بتبقى تمام بتروح جي اون تحط التليفون في نفس المكان اللي لقيته فيه قبل كده، وبالليل بتروح تقابل وو بن زي ما طلب منها، وهناك بقى بيعترف لها انه عاوز يكمل علاقته معاها لانه بيحبها جدا. ولما بيرجعوا في السنة الجديدة بيبقى وو بن وجي اون مرتبطين وفي نفس الوقت اصحاب لتشانج اللي بتقول لها لو زعلك قوليلي بس وانا هقولك على كل فضايحه. وبالنسبة لبونج كان فرحان جدا لان علاقتهم رجعت زي زمان من غير مشاحنات. والخامس بتاع الشلة وهو دونج اللي بقى خلاص فنان صاعد ومحدش قده. ولحد هنا بيخلص المسلسل على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، ولو وصلتوا لحد النهاية ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتكتبوا لنا كومنت جميل كده تقولوا لنا رأيكم فيه. سلام.